دي بعض الصور اللي احنا هنقدمها ان شاء الله. نقدم المحشي بالفراخ، وهنقدم كمان الفراخ مع رز الكبسة. السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنعمل ايه؟ هنعمل خلطة رائعة او تتبيلة رائعة للفراخ. هنشويها بتتبيلة مش محتاجة منك جهد، وطعمها كمان جميل. قبل ما هنبدأ هنصلي على أفضل خير خلق الله، اللهم صلي على سيدنا محمد وأهله وصحبه أجمعين. معايا 4 طماطمات، حجم كبير. معايا 4 فصوص توم، معايا يا جماعة فصوص توم صغنطوطة، ومعايا كمان بصلتين كبار، ومعايا البهارات معلقة كبيرة كركم، معلقة كبيرة كاري، معلقة كبيرة كزبرة حصى، معلقة كبيرة فلفل أسمر، معلقة كبيرة روزماري، وربع معلقة حبهان مطحون، وربع معلقة كوبيبة صيني، ورشة قرفة. واخد كل ده اضربه في الخلاط لغاية ما انعمهم تماما. عايزة اصفيهم صفيهم، انا عن نفسي مش مصفيهم. ومعايا هنا فرخة ونص، فرختين دومت ما شاء الله. يعني التتبيلة دي تكفي فرختين. ببدأ اعمل في الفراخ تشريحات، وهنقول كمان الفراخ غسلينها ازاي واحنا في الفيديو، طريقة لغسل الفراخ وتخليها ريحتها حلوة جدا واحنا شغالين. هنا بدخل التتبيلة في قلب الفراخ كويس جدا، في الصدور اللي انا شقاها واللي وراك، واتأكد اللي هي داخلة في كل حتة فيها، وبسيبها في التلاجة على بيات، او اللي انا اسيبها ساعتين. خلاص كده مفيش مشكله. احط ايه كمان يا جماعه؟ معلقه سكر، لان معلقه السكر بتعادل الملح اللي انا حطاه. وبظبط طبعا الملح زي ما انت بتحبي. انا بقول معلقه ونص بس مش ممليه، انت ممكن تحطي اقل اكتر. اظبطي بقى الملح في التتبيله زي ما انت عايزه. هنا بعمل خلطه المحشي، عباره عن هنا معايا حوالي كيلو وربع بصل. يا جماعة أساس نجاح المحشي اللي البصل يكون كتير. البصل المحشي بيحب البصل كتير والخضرة كتير. هنا حاولت نعمتهم وفرمتهم فرم ناعم في الكبة، وحطيت كمية زيت محترمة في الحلة، وبعد كده نزلت بالبصل. أول ما خد درجة الصفار، البصل بتاع المحشي مش بياخد لون. بصل المحشي مش بياخد لون. أول ما بياخد درجة الصفار بنزل عليه بمعلقة كمون مطحون، معلقة فلفل أسمر، نص معلقة قرفة مطحونة، وشفشقين طماطم انا كنت سلقاها بحبه ميه صغنطتين، وضربتهم في الخلاط لغايه ما نعمت. وابدا اقلبها كده لغايه ما هي تتسبك كده. هبدا اقلبها لغايه ما تتسبك معايا كده. اول ما بتتسبك بكون غاسله الرز، حوالي 2 كيلو رز، بغسلهم وبصفيهم. وبعد كده رز مصري عادي بغسلهم وبصفيهم، وبنزل على التسبيكه اللي انا اشوح الرز. يعني ايه؟ بخلي الرز ياخد اللون اللي انتوا شايفينه كده، ويتبصم من يتشمع من الصلصة وياخد اللون المحترم. معايا زي ما انتم شايفين حبة بصل، ومعايا كمان معلقة كمون هحطها تانية، ومعايا كمون بس اللي ضفت، يعني ضفت كمان معلقة كمون مطحونة. وهحط بقى الخضرة 3 ربط كزبرة، ربطتين شبت، ربطتين بقدونس. ركزي حلوة قوي. يبقى الكزبرة 3 ربط، الشبت ربطتين، البقدونس ربطتين. ليه يا امان مكترة الكزبرة؟ لان بتدي طعم للمحشي وشمخة ما شاء الله. بتجيب يعني من على اخر الدنيا، يعني اللي على اخر الشارع يقولك ما شاء الله ريحة المحشي بتاعك قلب الدنيا. هنا بقى معايا الكرنب اللي انا مجهزاه. ببدا اكون سلقه الكرنب، وهنا هقطع معاكم. الطريقه دي سهله جدا. اللي انا باخد الورقه زي ما انتم شايفين كده، اظبطها في ايديا، وابدا اقطعها على شكل الحجم اللي انا عايزاه. ببدا اقطعها على الحجم اللي انا عايزاه. طبعا انتوا اساتذه فيها. قبل العيدان التخينه زي ما انتم شايفين كده، ببدا اللي انا ارفعها واحطها في ارضيه الصينيه. واحنا هنا كده خدت حبه من خلطه المحشي اللي انا حطيت فيها معلقه كمون. يا جماعه الكمون ده انا شارياه من عند العطار مطحون. يعني هو انت طحنه الكمون في البيت مش هتحطي طبعا معلقه في الخلطه، ولا معلقه كده في الرز. هيبقى الكمون كتير قوي، لان بيبقى سبحان الله بيبقى شمخته عاليه. هتكتفي بمعلقه واحده، هتضيفي نصها في الصلصه والنص كده، وانت حاطه الخليط على بعض، الرز والخضره وكل حاجه. اما الكمون ده انا جايباه من عند العطار، فحاطه معلقه كمون في الخلطه ومعلقه في الرز عشان شمخته مش قوية قوي. هنا زي ما انتوا شايفين بقطع الورق الحجم اللي انا عايزاه، وطبعا انتوا اساتذه فيه. يبقى العيدان التخينه بحطها في افضيه الصينيه. طبعا للي اول مره يشوفني، انا ايمان زهران، ودي قناتي. شرفني الانضمام ليا وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. واتمنى لو الفيديو بتاعي عجبكم تعملوا لايك للفيديو، ويعني ربنا يرزقنا القبول.
قلنا غسلنا الفراخ ازاي. الفراخ يا جماعه انا بجيبها وبغسلها حلو جدا جدا بحبه دقيق، بحبه يعني بعمل لها غسلتين. اول غسله بحط لها دقيق، بعصر ليمون، بحط قشر السفندي اهو، قشر الاستفندي وعيدان القرفه، هي اكتر حاجه بتشيل اي ريحه مش مرغوب فيها في الفراخ. اوعي تحطي خل، الخل بيحتفظ باي ريحه في الفراخ او في اي حاجه. هنا بقول لكم اللي انا بلف المحشي اوعي توصلي الرز للاخر. لو وصلتي الرز في الورقه للاخر هيخلي اول ما تيجي تسويها الرز يطلع من الورقه. هنا بفرده في الورقه ومش بوصله للاخر. وهنا زي ما انتم شايفين كده بلف صباع المحشي بطريقه سهله جدا. لو قلت لكم اللي انا يعني قعدت 10 سنين بعد الزواج مش بعرف اعمل المحشي، اعرف اقلي واسلق واعمل كل حاجه واجي الف الصوبع المحشي مانيش عارفه. كان حماتي ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنه هي اللي كانت بتحشي لي. يعني قعدت 10 سنين يعني لغايه ما هي ربنا توفاها، هي اللي كانت بتحشي لي المحشي وتقول لي خلاص انا اللي هحشي لك. طبعا ده الحب ده بيجي متبادل لما انت سبحان الله بتحبي حماتك وبتعامليها زي مامتك، هي نفسها مش هتستخسر فيكي صحتها اللي هي تساعدك في حاجة أو اللي هي تكون بتعاملك زي مامتك. فدي نصيحة بقولها للبنات المبتدئات واللي داخلين على الجواز، عاملي حماتك بحب هتوصل لك أحسن إحساس. هتحسي ان انت ما سبتيش بيت باباكي، بالعكس هتحسي بأم تانية وبتديكي نصايح حتى لابنها اللي هي أكتر واحدة تعرفه ومربياه وعارفة طباعه، امتى اللي انت يعني تسكتي ما يتعصب ايه مش عارفة ايه. فدي نصايح انا بقولها لكم عن تجربة. طبعا عشان اوصل للصبع المحشي اللي انا بعمله معاكم ده خدت فتره من الزمن، وربنا يبارك في زوجي وفي ازواجكم ساعدني طبعا اللي هو يستحملني اللي انا اجرب فيه، اللي الصبع يجي مش مظبوط، الصبع يجي معوج كده لغايه ما اتعلمت. لان زي ما قلت لكم كنت انا بقلي وبسلق وكانت حماتي ربنا يرحمها هي اللي بتحشي لي. فهنبدا بقى هنا نلف صوبع المحشي. انا طبعا دي مش في الوصفه بس دي نصايح. القناه دي قناه اسريه يعني كلنا اخوات بنتعلم من بعض وكلنا كده متحابين في الله. اي نصيحه بقولها لكم غير الطبخ بقولها لكم اللي لازم تتعاملي مع حماتك بكل حب وتعامليها زي مامتك. الحب اللي انت هتزرعيه هتلاقيه كمان في حياتك بعد كده مع اولادك، ربنا هيقعدهولك في ولادك اما يتجوزوا وتبقي انت حما ويعني زي ما بيقولوا يعني مش عارفه الكاس بيدور ولا ايه مش عارفه يعني الامثال بتاعت زمان يعني هتتحطي مكانها. فخليكي يعني مرات ابن حنونة وجميلة. هنا بلف المحشي بطريقة سهلة جدا. يبقى قلنا بننقع الفراخ في قرفة، عيدان قرفة، في ورق في قشر استفندي، في حبة دقيق ومية وملح. دي أول نقعة أول ما بنجيب الفراخ ونغسلها حلو من عند الفرجي. تاني نقعة ايه؟ طبعا هنا الورقة رقيقة فتنتها 2 وهبدأ أحشي. تاني حاجة اللي اما باجي بقى خلاص هطبخها بعمل لها زي محلول نقع. هو مش محلول نقع قوي بس بحط حبة ملح كده وحبة سكر كده، يعني ايه 3 معالق سكر، معلقة ملح مثلا او 4 معالق سكر، معلقة كبيرة ملح. بحط كمان اللهم صل عليك يا نبي عصرتين ليمون، وبحط كمان قشر السفندي تاني لو عندي بحطه تاني برضك. مزازته بتبقى حلوة قوي. ودي بسيبها بقى بيتها فيها على بيت لتاني يوم. هنا عملنا صينية المحشي دي، وهنا هنعمل المحشي بطريقتين. هنحطه بالشوربة وهيبقى لونه مش محمر، اللون المصفر، وهنعمله لونه المحمر. المحمر ده بيجي عن طريق الصلصة اللي انت بتاخديها من التسبيكة وبتضيفيها للشوربة. هنا انا بقول لكم ما تغطيش المحشي، بتلف كده الصينيه وبتهزيها عشان الميه تنزل تحت، وبعد كده ما تغطيش المحشي. هنا بقى الطريقه التانية اللي انا حطيت في الشوربه معلقه كبيره كبشه كبيره كده من الصلصه بتاعت التسبيكه، ودي هتدي لون للمحشي وهتدي طعم رائع يا جماعه. المحشي بنحطه على نار عاليه لمده كده، اول ما اسمع بقبقه كده يعني بدا يغلي ببدا اهدي النار وهو لسه ما نشفش، بهدي النار وهو لسه ما نشفش، بخليه على نار اقل من المتوسط حاجه بسيطه عشان ما يتحرقش مني. هنا بقول لكم شفتوا الشوربه مش مغطيه زي ما انتم شايفين، هبدا الف ورق الفويل وابدا احط
تحطه على عين البوتاجاز او تحطيه في الفرن. انا عن نفسي بحب قوي المحشي في الفرن وبرضك في البوتاجاز حلو. هنا ده بقى كان عندي كام بتنجانه كده جايين ما شاء الله كبار قوي، يعني ما هماش رفيعين للمحشي بس هيبوظوا مني، فقورتهم وحشيتهم مع ورقتين لفت وكانوا ما شاء الله لا قوه الا بالله زي ما انتم شايفين. هنا بقول لكم برضك عقد البتنجان ايه ما هواش مغطياه، لان زي ما انتم عارفين اللي المحشي بينزل ميه، ان المحشي بينزل ميه. هنا بعد ما انتم شايفين خلاص بدأ يشرب، هنا بدأ زي ما انتم شايفين نزل ميه كمان اهو وبدأ يشرب. الشوربه بتاعته هديت عليه خالص خالص، اول ما بدأ يشرب الشوربه هديت خالص. ممكن تحطي كمان مع الشوربه وانتي بتحطيها معلقتين زيت هيدي لمعه، بس انا بصراحه مش بحط ساعات لاني عندي بقى معلقتين سمنه بلدي ما بحطهمش غير بعد ما بطفي على المحشي يا جماعه على الوش كده زي ما انتم شايفين، بسيحهم بحطهم على الوش بيدي لمعه زي ما انتم شايفين وطعم رائع للمحشي وبيبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وشفتوا صوابع المحشي اللي احنا خدنا معاناه عامه لفناها. يعني انا بقول نصيحه للبنات اللي بيقولوا انا مش بعرف اعمل حاجه، انا كنت واحده مش بعرف اعمل اي حاجه، التوفيق والله في الاول وفي الاخر من ربنا عز وجل. طبعا طعم الحاجه اللي تبقى حلوه في بق اي. طبعا احنا كده هنقدمه بطبقتين، هنقدمه في الصينية واحنا يعني كاتبينه كده زي امهاتنا ما كانوا بيفضوه في الصواني، وهنقدمه في اطباق. هقدمه معاكم بالشكلين. المحشية ما شاء الله اللي مع دي من السمنة اللي حطيناها على الوش، ما عندكيش سمنة هتحطي معلقتين الزيت وهو بيتردد في اخر ترديدة كده على الوش هيبقى طعمه رائع وجميل. المحشي زي ما انتم شايفين لونه محمر لان حطينا فيه الصلصة اللي هي معلقة، مش معلقه بقى يعني مغرفه من التقليه بتاعه الطماطم اللي هي التسبيكه في الشوربه بتاعتنا. وطبعا بظبط الحدوق. الكرنب يا جماعه انا لما بسلقه ما بحطش فيه ولا ملح ولا كمون. هنا ما شاء الله رزيه واحده بوحدتها زي ما انتم شايفين اللون رائع. زي ما بقول لكم لما باجي اسلق الكرنب ولا بحط كمون ولا بحط ملح ولا بحط سكر ولا بحط اي حاجه في ورق الكرنب، ويبقى ما شاء الله محتفظ بلونه وجميل زي ما انتم شايفين كده. ده ورق اللفت وكان رائع ما شاء الله لا قوة إلا بالله. البتنجان رائع وجميل ما شاء الله برضك. اي نعم البتنجانية كبيرة يعني مش دي بتاعة المحشي، بس والله كان طعمها رائع وجميل. هنقدمه برضك جنب اللي هنقدم الفراخ بقى المشوية. دي الفراخ المشوية بعد ما طلعت من الفرن هنقدمها مع رز الكبسة اللي احنا عملناه كذا مرة في القناة، اللي هو عبارة عن خلطة الكبسة بتجيبيها من عند العطار. بشوح الرز في حبة زيت كده محترمين اللي هو بتوع الرز، واكون غسلة الرز المصري وبعد كده انزل فيه على الزيت اشوحه لغاية ما يبدأ ينشف معايا كده. ابدأ انزل بخلطة الكبسة وابدأ اقلبه كده واكون مسخنة شوربة او مية وانزل بيها واظبط ملحي ما فيهاش اي حاجه. هنا حته فحم حطيتها في الاخر وقفلت بورق الفويل عشان يفضل ريحه الفحم فيها. وهنا بوريكم الصدور دايبه زي ما انتم شايفين كده. هنا قدمنا الفراخ المشويه الطريقه دي، الصوص بتاعها رائع وطعمه حلو جدا يا جماعه. قدمته مع الرز الكبسه وهنقدمه هنا مع المحشي. غرفنا بقى صينيه المحشي المدوره كده زي ما انتم شايفين بالشكل عشوائي، وده اللون المصفر بتاع المحشي مش محمر عشان انا هنا ما حطيتش للمحشي صلصه اللي هي من بتاعه التقليه. الفراخ الصدور دايبه ما شاء الله. اوعى تنسوا تعملوا لايك، انا بايجي بقى اوعى تنسوا تعملوا لايك للفيديو. الفيديو رائع وحلو قوي للمبتدئين. اهم حاجه لنجاح المحشي البصل ما ياخدش لون، يبقى اللون المصفر الفاتح. يكون البصل كتير، خضره المحشي كتيره، الكزبره اكتر، خضره في المحشي تكون اكتر، يعني كل حاجه تكون مظبوطه.